نصيحتي الغالية اللي هفضل اقولها لك، اوعى تأجل اي شغل عليك، ما تعملش اي تراكم، دايما ذاكر واجتهد زي ما احنا قلنا يا جماعة. على قدر ما انت بتبذل من مجهود بإذن الله ان شاء الله ربنا هيعوضك عنه في النهاية. اوعى تكون فاكر ان في حاجة بتيجي بالسهل، زي ما احنا قلنا يريدون نيل العلوم رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. لازم تتلسع، لازم تتعب وتشقى عشان توصل بإذن الله لحاجة كويسة. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم. إذا المسألة ترضى بالقضاء، ربنا يعمل لك الحكمة، يبين لك الحكمة في هذا في هذا القضاء. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان اذا اصابه شيء يكرهه نفسه ما تنبسطش له، يعرض الامر على نفسه. انت ليك سبب في دي ولا مالكش؟ زي ما قلنا سقط لانه ما ذاكرش، يبقى بقى العلاج يعمل ايه؟ يبقى يذاكر. يبقى احنا سقطناك سنه علشان تذاكر كل سنه. الناس لا يحققون لك أحلامك إن لم تحقق أنت لنفسك هذا الحلم، إن كان رزق، إن كان زواج، إن كان فرح، إن كان نجاح، فوالله لن يحققه لك أحد من البشر. بتعب عشانك وعن طيب خاطر، والله راضي مبسوط، يعني أنا ده شيء يسعدني. بس يا جماعة على قدر الجهد اللي احنا بنعمله معاك أرجوك ابذل مجهود، ذاكر كويس، شد حيلك، صدقني والله ربنا عمره ما هيضيع تعبك. احنا عارفين دايما وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فما تقلقش، ربنا سبحانه وتعالى هيديك هيوفيك حسابك تماما في الدنيا وفي الآخرة. اجتهد بس انت واعمل اللي عليك وبإذن الله ربنا هيوفقك. نشوفكم دايما على خير. تعبت؟ طب وايه المشكلة لما تتعب؟ هو انت الناس لما بتدعي لك بتقول لك ربنا يديك على قد؟ هو لو مفيش تعب ربنا هيديك؟ امال انت عاوز توصل لحلمك ازاي يعني؟ وانت مرتاح ومدلع؟ باشا مفيش حاجة اسمها نجاح من غير تعب. ما تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تجيب كرسي جديد، او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه، او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، او انك تستنى لحد ما الساعة 9 تيجي عشان تبدأ اي حاجة في حياتك. ابدأ، لانك لا هتصحصح ولا هتركز ولا هتتنايل على عينك وتعمل حاجة ادي دعني انفلعت، ولان الظروف المثالية عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدأ يا حبيبي، ابدأ يا بابا. اطمئن، يأتيك الفرج فجأة كما أتاك الابتلاء بغتة. ثق بالله ولا تيأس. اوعى تخلي باب الحزن موارب، سنكر باب الحزن بمسمار الرضا. احسن الحزن نسقر عليك مش هيخلي لك حبيب. اوعى. كذلك يطبع الله على ايه؟ على قلوبهم. يقول لك اصل هو ايه يعني؟ ده كده كتير قوي عليا. ماشي بابا ولا يهمك، نقلل لك، بس اهم حاجه ما تعيطش لما ترجعش، مش هينفع. ولذلك يا جماعه، ولذلك اصبروا وصابروا ورابطوا. عايزكم صابرين مصابرين مرابطين. مش مهلهلين خائفين مرتعدين. طبعا انتوا انهي منهم؟ احنا تانيين عارفهم انت تانيين دول؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح